أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في الحصاد اليومي، نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. نستهل الحصاد بقراءة العناوين. الأنابيك وكلاس روم تفتتحان الباب لتكوين الباحثين عن شغل. سيارة للنقل المدرسي تدهس طفلا بالبيضاء. تطورات مثيرة في قضية سعد المجرد. نستهل الحصاد من مدينة الدار البيضاء، حيث تم اليوم الأربعاء عقد شراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومجموعة كلاس روم، والتي تهدف إلى تعزيز إدماج المغاربة الباحثين عن شغل. روبورتاج من إعداد عبد القادر الفتواكي ومن تصوير زكريا الصفراوي. اتفاقية شراكة مهمة تلك التي وقعتها اليوم الأربعاء بالدار البيضاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وشركة أوبن كلاس روم الرائدة في مجال التكوين عن بعد، بحضور وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني وممثل عن السفارة الفرنسية بالمغرب. كان الغرض منه تعزيز إدماج الباحثين عن العمل في سوق الشغل وبشكل مباشر. الاتفاقيه اللي غادي توقع اليوم ما بين لانابيك واوبن كلاس روم تهدف الى استفاده امكانيه الشباب المغربي اللي كيبحث على شغل، استفادتهم بعض التخصصات في مجالات مختلفه ومحدده. هذه الاستفاده بالطبع وتتبع الدروس والتكوينات عبر الانترنت، يعني بصفه عن بعد، التكوين عن بعد في واحد الظرف وجيز ديال شهرين 3 شهور. وفي ما تم هذه الفتره كتعطى له واحد الشهاده بانه عنده يعني تابع دروس وتابع تكوين. في هذا الاطار هذا كاين واحد الجانب اللي هو كيعطي واحد الاهميه كبرى للتعلم على البعد، وفي هذا الاطار هذا كيبان بان هذه الشراكه بالنسبه لنا مهمه، لان غادي تعطي بعض الامكانيات من جهه للطلبه اللي هما عندنا في واحد العدد ديال المؤسسات، واللي غادي يلقاو في هذه الدروس نقول واحد الدعم اللي هو مهم. ومن جهه اخرى كاين هناك النظره الاخرى هي الناس اللي عندهم التجربه، لان كاين عندنا في داخل الاستراتيجيه بان الاعتراف بالتجربه ديالهم. الاتفاقية المهمة التي وقعتها أنابيك اليوم مع أوبن كلاس روم ستمكن المسجلين بالوكالة بدءا من اليوم 7 دجنبر من ولوج حر ومجاني ودائم للخدمة المؤدى عنها بريميوم سولو على موقع الشركة الفرنسية. اوبن كلاس رومز اللي هي واحد مقاولة شابة اللي وضعت واحد الأرضية عبر الانترنت للتكوين، فيها مجموعة ديال التكوينات مهنية. الهدف منها هو انه الشباب اللي مسجل في البوابه الانابيك يمكن له يستافد بالمجان من هذه الدروس ومن هذه الشعب التكوينيه. اليوم اكتشفنا بانه 100,000 ديال المغاربه شباب اللي كيدخلوا هذه الارضيه هذه وكيحتاجوا يديو الثمن باش يمكن لهم يستافدوا من هذه الدروس. اليوم عبر التسجيل بالانابيك يمكن يستافدوا بالمجان، وثانيا يستافدوا كذلك من الخدمات الاخرى ديال انابيك المواكبه ديالهم الى يعني الولوج الى الشغل. On est venu ici au Maroc assez naturellement, puisque aujourd'hui c'est le premier pays d'Afrique en termes d'usage sur Open Classrooms. Nous avons plus de 100 000 étudiants marocains qui sont déjà en train de se former sur Open Classrooms, et donc tout naturellement on est venu ici pour rendre cette formation accessible à tous les chercheurs d'emploi marocains. وتبقى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات واحدة من المؤسسات الوطنية المهتمة بتوفير فرص شغل للشباب الباحث عن العمل، وستعمل الوكالة على استفادة أزيد من 550 ألف شابا من برنامج تحسين قابلية التشغيل في أفق 20 و2000، كما ستواكب 20 ألفا من حاملي المشاريع في إطار برنامج التشغيل الذاتي. وفي خبر الحوادث، اهتز حي النسيم بليتاسف بالبيضاء على وقع حادث سير خطيرة راح ضحيتها طفل بعد أن دهسته سيارة للنقل المدرسي. وحسب مصدر شوف تيفي فإن الهالك البالغ قيد حياته 7 سنوات كان يحاول تجاوز الشارع لتدهسه سيارة للنقل المدرسي بطريقة مروعة. لنتابع. دوي من هنا جي من ما دخلش مع ديك البلاصه، دخل من هنا
جاي من لهيه وداير داخل من هنا. واش هذه زنقه ديال الترونسبور؟ ماشي زنقه ديال الترونسبور. انا حضرت الحادثه من الاول، ماشي ما حضرتش. انا لقينا جوج دراري جوج عيالات جايين من الخدمه من الخلا. السيد ضربو حضر راسو تما غادي من طوموبيله، ما فاتو تقريبا بزنقه على قدها. هذا اش فاتو من العيالات وقفوا شافوا الدري طيح في الارض، بداو كيغوتوا الدري راه غادي يموت، الدري راه غادي يموت. ملي حنا بغينا نبداو نعيطوا في لابيناس بداو كيتفرقنوا بينا، عيطنا للقصبه بداو كيتفرقنوا بينا. طلعنا عندهم الفوق ولا كيقولوا لنا سيروا تجي لابيناس ونهبطوا عندكم لتحت. حتى جاو هما لابيناس، حتى جات لابيناس وقفات بغات تهزو، هز الدري ميت. اش هادشي؟ بالنسبه دابا انا ولدي مات الله يرحمه. نقطه واحده اللي بغيت نقولها هو التاخر ديال الوقايه المدنيه. حتى مرت ساعه ديال الوقت هذا جاو لقاو الدري مات. والتهور ديال السائقين ديال النقل المدرسي، يعني اي واحد اللي كما كان نوعه كيعطيو ديك الوظيفه اللي هي وظيفه ديال ارواح ديال الناس. كما مات لي انا اليوم ولدي يقدر غدا يموت اي واحد. هادشي اللي كاين هو هذا. والتعطيل ديال الوقايه المدنيه كاين تفريط بزاف. وننتقل إلى خبر آخر. فقد علمت شوف تيفي بأن قضية سعد المجرد ستعرف الأسبوع المقبل الحسم النهائي، حيث سيعلن القضاء الفرنسي عن فتح ملف النقاش وبداية المرافعات. وحسب مصدر القناة فإن الجلسة التي ستعقد وسط الأسبوع ستكون مهمة بالنسبة للفنان المغربي الذي ستتم متابعته إما في حالة سراح أو اعتقال. وتجدر الإشارة إلى أن مصدر شوف تيفي القريب جدا من هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية لورا بريول أكد بأن هذه الأخيرة تقدمت بطلب للقيام بخبرات طبية. ونختم بالخبر الرياضي، حيث سقط فريق الرجاء البيضاوي بملعب مراكش الكبير في هزيمة مفاجئة أمام فريق اتحاد طنجة بهدف وحيد، لتتوقف معها الانطلاقة الجيدة للفريق الأخضر. بهذا الخبر الرياضي نصل مشاهدينا إلى ختام الحصاد. إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.